يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايب قلبي. انا عايزاكم بقى كده ايه، ربنا يبارك لكم الاول في مالكم وفي عيالكم ويرضيكم ويا رب، ويرزق كل مشتاق ويصلح حالكم وينجح عيالكم يا رب جميعا. بس قبل ما نتكلم في المشكله اللي احنا هنتكلم عليها ديت، بات العيله الحكاوي، بات العيله ما بتخلصش. بات العيله دي مش عارفه في ايه والله. والله العظيم ما فيش واحده كده يا حما تتقي الله في مرات ابنها، وما فيش مرات ابن تتقي الله في حماتها. يعني زي ما في مرات ابن كويسه، في حما برضو كويسه، يعني عشان ما نظلمش الدنيا برضو، عشان ميبقاش حرام علينا. بس المشكله اللي معانا دي يا حبايب قلبي كلمتني على الواتس. انا معايا ايه الحمد لله على الواتس ناس كتير. بس في ناس بتحب تعرض مشكلتها وفي ناس لا. بس دي بصراحه ربنا قالت لي انا عايزه ملهاش حد، وحكت لي مشكلتها، وقالت لي اعرضها على المتابعينك، وايه ويقولوا لي في التعليقات كده ايه الحل، لو حد عنده حل كويس، حل ما يخربش البيت، يقولوا في التعليقات يا حبايب قلبي، ونساعد بعض وربنا يعيننا ايه على الحياة والدنيا كلها. ماشي يا حبايبي؟ بص يا حبايبي، اللي مشكلتها بقى يا حبايب قلبي ديت، كانت قلت لك انا كنت قاعده لوحدي مسامل مع العلم ان في معايا سلفة، والسلفة ديت يعتبر بنت اخت حماتي. لا هي بنت اخت حمات مش يعتبر. ماشي يا حبايبي؟ وما بتعملهاش وما بتسقهاش كوبايه ميه. المهم انا كنت قاعده برضك لوحدي، اتدحلبت لي لحد ما نزلت تاني قعدت معاها. واللهم صل على النبي، بتخليني اعمل ايه يا ام اسامه؟ يعني احنا عندنا هنا في الفلاحين لقم شويه، احنا الحموات هنا في الفلاحين لقيمه شويه. المهم اللهم صل على النبي، بتخليها تغسل الحصران يوم يوم. ما عندناش سجاد، الستات الكبيرة عندنا هنا في البيوت ما عندهمش سجاد، حصران كده بلاستيك بتتغسل يوم ويوم. تقول لك الستاير تخليني اغسل يوم ويوم. اروح عند امي يوم الجمعة، ارجع بناتها تبقى عندي، انا ببقى مخليه البيت زي الفل قبل ما امشي، ارجع الساعه 11 بالليل الساعه 10 بالليل، ادني طول الليل اقعد اروق واغسل المواعين مكان بناتها. والله حرام عليك، لو ترضى على بناتك كده ارضاها على البنت دي. المهم يا حبايب قلبي، قلت لها طب ما تشتكي يا حبايبتي لاهلك يكلموه. قالت لي انا واخداه يعني متجوزه ده يعني غصب عن اهلي. علشان كده حكت لي اهلي مره واحده، قالوا لي انت اللي تستاهلي، انت اللي غصبتينا، وانت حلفت على المصحف عمر ما انت حكي لهم اي حاجه. لقيتك انت كويسه وكده، قلت ايه اتكلم معاكي واعرض ايه واعرض مشكلة، الله يبارك لك يا ام سام. يعني ايه مش قادره يعني تنطق ولا تتكلم. المهم جت ايه، قالت لي يا ام سما، بطلع شقتي بخاف اشغل الخلاط منها، بخاف انا اكون ما اكون جعانه. انت عارفين بقى بيت العيله والكلام ده، الحمل اللي بتطبخ اللي على مزاجي، وانا ساعات ما بحبش الاكل اللي هي بتطبخه. المهم اللهم صل على النبي، اقول ايه اطلع ايه فرقش بطين فوق في شقتي، اجي افقش البطين بخاف لا تشم ريحتهم. قلت لها يا حبيبة قلبي لو كان على البطين ايه نسلقهم، السليق مش هتشم ريحته. بقى الجو حر يا ام سما، بحب اعمل كوبايه عصير ولا حاجه بخاف اشغل الخلاط. يا حول الله يا رب. قلت لها يا حبيبه قلبي ممكن تجيب الفاكهه برضك وتحط عليها السكر، اللهم صل على النبي، وقبل ما تنزلي تحط عليها السكر، وانت طالعه بقى تقوم ماسكه الهراسه بتاعت البطاطس، اهرسي الفاكهه وكلها بالمعلقه. اعمل ايه؟ عماله اقول لك على حلول اللي يعني الحاجه اللي مزعلاكي مش عارفه تعمليها، اقول لك حلول اللي انت تعمليها ازاي. المشكله يا حبيبه قلبي ان انا ما اقدرش اقول لك ايه، اقول لك على نصيحه يعني ايه تسبب لك مشكله. يبقى حرام عليا انا لو حد من المتابعين عندها حل يا حبايبي يقولوا لها الله يبارك لكم. بس بصراحه ربنا هي صعبت عليا جدا جدا جدا. مشاكل بيت العيله وقرف بيت العيله، انا كنت قاعده في بيت العيله نفس المشاكل يعني مش نفس إيه بقى الخلاط والحاجات ديت، ايه مشاكل بقى بيت العيله ده، نقطت على سلفتين نقطت عليها ميه، والعيال ومشاكل العيال والكلام دوت. وسبت انا ذات نفسي سبت بيت العيله وخرجت سكنت بره. انا جوزي كان على قده، قال لي مش هقدر ان انا اسكن بره، بس كان جوزي امير امانه الله امير معايا، هسكن بيت يعني مش هنقدر نسكن. قلت لهم انا هشتغل وهساعدك. واشتغلت فعلا والحمد لله وقعدت والباقي بيت العيله بقى ايه تفركش والكلام ده، رجعت قعدت تاني في بيت العيله. انا ده عن نفسي انا رجعت قعدت في بيت العيله تاني بعد ما حماتي ماتت والدنيا اتفشكلت وكل واحد بقى في حاله.
وخلاص ما فيش اي حاجه. وانت يعني انا بقول لك ايه كده، قصتي انا رخره يعني، بقول لك اصبري ربنا ان شاء الله هينصرك بامر الرحمن يا حبايب قلبي، وكل ده هينتهي. بس اهم حاجه يكون جوزك حلو معاكي. والخيبه ما بتيجي في الخيبة ما بتيجي في الحما احسن ما بتيجي في جوزك. يعني طالما جوزك كويس، هي اللي قالت لي الحمد لله جوزي كويس معايا وامير وبطبطب عليا، قلت لها اهم حاجه في الدنيا هو جوزك. جوزك اللي هيعاشرك مدى حياتك. حماتك ربنا معلش يعني مش هتعيش لك النهارده وبكره وبعده، بامر الله بامر الله يعني ايه كده ايه، لكل اجل كتاب. فاهمين يا حبايب قلبي؟ هيجيلها يوم وهتموت. وانت يا حبيب قلبي اصبري معلش، طالما جوزك كويس معاكي لو تقدري تخرجي تسكني بره وجوزك هيرضى، وجوزك معاك، انا جوزي كان معايا، لو جوزك هيرضى ماشي. بس برضك اخاف برضك عامل لك مشكله، اصل الخرجان بره ده بيعمل مشكله. مرات الابن يعني انت كده فضحت حماتك انها مش كويسه في البلد كلها. بس انا والله والله انا جبت اخري، كنت خلاص ممكن هنجيلي انهيار عصبي. جوزي شافني كده قال لي لا تعالى نخرج. تمام يا حبيب قلبي؟ بس هي الحكايه كلها ديت عايزه صبر يا حبيبتي، وحماتك مش هتعيش لك. دي رأي ايه ام سامة حبيبتي. تمام يا حبايب قلبي؟ وانت برضو يا حبايب قلبي شاركوني كده وقولوا لها بقى حلول بالله عليكم ما تخربش البيوت. اللي عندها حل تقوله لها. ماشي يا حبايب قلبي؟ تعالي بقى ايه اقول لكم انا عملت ايه النهارده. انا عملت كباب حله، حاجه كده ما تخلينيش اقف في الحر دي كتير في قلب المطبخ. اللهم صل على النبي. جبت اللحم مسكتها قطعتها تقطع مش كبيره قوي، صغننه كده. اللهم صل على النبي. اللحمه دي يا حباب قلبي كانت عندي ولقيتها ملبسه كده، قلت ايه لازم يعني ايه اتوهها بقى، هتترمي عيله، لو سلقتها عيله مش هتقدر تاكلها. قلت يا بنتي اعمليها كباب حله علشان خاطر تزحلقي تزحلقي حته اللحمه دي. المهم يا حباب قلبي انا جبت بقى ايه، دي كيلو لحمه عليه كيلو بصل، عليه تلات اربع فصوص توم صغيرين، لو كبير فصين بس، وحبه الفلفل الاسمر، وحبه ايه، لا الملح لا، حبه الملح قرب ما تيجي تستوي يا حبايب قلبي. ونحط عليها ايه نصها ميه، وكل ما تنشف الميه نحط عليها ميه لحد ما تستوي. تمام يا حبايب قلبي؟ وساعة ما تستوي نحط عليها بقى ايه شعرة الملح. تمام يا حبايبي؟ نيجي نعمل بقى شويه المكرونه. حطيت حبه زيت وحته سمنه بلدي او حته زبده، وحطيت الصلصه عليها يا حبايبي والفلفل الاسمر وحبه بابريكا، واللهم صل على النبي، وحبه الملح. وسبت تسبكه تتسبك، وحطيت ميه على النار عشان خاطر اسلق بقى المكرونه. بحب حبايب قلب المكرونه بحبها مستويه، يعني اتمم من السوا بتاعها في قلب الميه، وحطها في الصلصه وقلبها وكلي، هتاكلي احلى مكرونه. وكمان يا حبايب قلب الفلفل الاسمر ما تحطوش الا ما يكون الطماطم خلاص هتتسبك. انا حطيتها هنا على طول علشان خاطر الطماطم ديت انا كنت مسبكاها معاكم يا حبايبي. ماشي؟ لو الطماطم هتخلطها في الخلاط ما تحطش الفلفل الاسمر القرب ما تيجي تتسب. تمام يا حبايبي؟ كده بقى انا سويت المكرونه سوا تام، وقلبيها هتلاقي حاجه كده ولاد حاجه كده مزفلطه كده عيالي ما بيحبوش الا كده. كنت انا بصراحه ربنا كنت امي كانت بتخلينا نعملها، احط الطماطم ونحطها قلت لك تتلدن في الطماطم، لا انا بحطها مستويه واقلبها وناكل. تمام يا حبايب قلبي؟ وده بقى يا حبايب قلبي لما صلى على النبي، ومسكت بقى المطبخ بقى مسحت طقم التوابل والرخامه وكده، يعني اللي حب اللي انتوا شفتوه اللي انا عملتهم في قلب المطبخ دوت وانا واقفه بطبخ. وغسلت يا حبايب قلبي برضه كل المواعين معاكم، ولو عند حد عنده اي مشكله برضه نتكلم مع بعض فيها، انا تحت امركم.